فضلت الكلمة بتاعت البواب بترن في ودان ام عبده طول اليوم، بس باقي اليوم مر بشكل طبيعي. والليلة اللي بعدها كانت قاعدة بتصلي، وفي وسط الصلاة سمعت صوت حد بيعيط جوه الحمام. خلصت الصلاة وقامت تفتح الباب، لقت الحمام فاضي، بس على أرضية الحمام مرمي ورقة متطبقة مكتوب فيها باللون الأحمر بخط مش واضح: هو مش بيحب الدعاء. السؤال اللي بيدور في ذهنها: الورقة دي جت منين وازاي؟ أنا اتوضيت وخرجت وما كانش فيه اي حاجة. ومن ساعتها كل ما ترفع ايديها وتدعي نور الشقة كله يترعش والشقة بتتهز بيها، وتبدأ تحس بخنقة وصوت نفس وراها. وكل يوم قبل ما تنام بتحس ان في حد بيبص عليها وهي نايمة. عدى كام يوم لحد ما في يوم اولادها جم عشان يزوروها، وبعد ما قعدوا شوية ابنها الكبير قال لها ان البيت ده مش طبيعي ولا مريح. ما حبتش تقلقه وقالت له انها مرتاحة والبيت كويس وايجاره رخيص. وفي وسط ما احفادها كانوا بيلعبوا وصوت الضحك مالي المكان، صوت صرخه مكتومه مالت المكان كله، ومن بعدها الصمت. بنت من احفادها قالت لها: انا شفت ست معديه لابسه اسود وشعرها طويل ومغطي وشها. نظرة عبده الأم مع خوف بنته أكدت إحساسه. أم عبده قالت لهم بصوت مخنوق مليان بالخوف: مفيش حد غيرنا هنا. عرض عليها إنها تسيب الشقة وتقعد عنده وعند كل واحد من إخواته فترة معينة بالتناوب عشان يكونوا مطمنين عليها أكتر، بس هي رفضت لأنها ما كانتش حابة تكون تقيلة أو إنها تأيد حريتهم. بس لسه السؤال: مين الست اللي ظهرت لبنت عبده؟ ساعتها بعتوا للبواب وسألوه مين سكن هنا قبل كده وإيه سر اللي بيحصل في الشقة. قال لهم إن الشقة دي سكن فيها ناس كتير، بس محدش قعد فيها أكتر من 3 أيام. واللي ورا اللي بيحصل ده كله ست كانت ساكنة هنا من 3 سنين اسمها أم يوسف. بس المهم، مين أم يوسف وإيه حكايتها؟ البواب بيكمل كلامه إن دي صاحبة الشقة والعمارة، جوزها سابها هي وابنها الوحيد، وبعدها بفترة تصرفاتها اتغيرت وسكان العمارة بدأوا يحسوا بحاجات غريبة، وتعرف وقتها إنها بتمارس طقوس للسحر وبتعمل أعمال. وفي يوم قدمت ابنها قربان، وبعدها ب7 أيام وقعت في نفسها وفي الشقة بالكامل. البيت والشقة دي بالأخص بقوا ملعونين، ومن بعدها كل السكان مشيوا وسابوا البيت ومحدش سكن فيه، والورثة خلوني حارس على البيت. لحد ما في يوم الحاجة عدت عليا وسألتني على شقة، وقلت لها إن الشقة دي فاضية بس محدش بيستقر فيها، والبواب لسه بيدعي وبيقول يا رب نخرج منها، وما كملش اتسمع صوت صريخ. الكل اترعب وجري، وعبده واخواته بيطلبوا من والدتهم انها تمشي حالا معاهم، بس هي قالت انا مش همشي، البيت ده بقى بيتي دلوقتي. وقتها ما كانش عند اولادها اختيار غير انهم يوافقوا.